السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن سر سواقة اللودر. سر سواقة اللودر يا شباب بيعتمد على الزيوت، زيت الموتور وزيت الهيدروليك وزيت الفتيس. هنتعرف على انواع الزيوت، وهنتعرف ازاي تشتغل باللودر، ترفع السكينة، تنزل السكينة، تعبي السكينة. وفي اخر الفيديو هعلمكم السر بتاع سواقة اللودر. الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله، بس تابع معايا الفيديو للاخر علشان تستفيد بكل حاجة. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل اعجاب، ما تنساش تشترك في القناة، ويا ريت تسيب لي رأيك في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. بص كده يا شباب، اول حاجة هترفع الكبوت من العلامة دي كده، الزرار ده هتضغط عليه لفوق هيرفع معاك الكبوت. اول حاجة في اللودر يا شباب بتشوف مقاس الزيت، تفتح مقاس الزيت من هنا كده وبتشوف مقاس الزيت، لو مظبوط ان شاء الله يبقى مظبوط. تاني حاجة بتاعت بتشوف القربة بتاعت المية، بتفتح برضو الغطا من هنا اهو وبتزود المية. تاني حاجة يا شباب بتبص على زيت الهيدروليك اهو، في علامة عندك كده، وانا عامل فيديوهات عنها. لو مظبوط ان شاء الله مظبوط، لا ناقص هتزود له شوية. تالت حاجة معانا زيت الفتيس، لحد هنا هيبقى معاك مظبوط، لحد العلامة دي كده مظبوط. تمام يا شباب، يبقى احنا عرفنا دلوقتي انواع الزيوت، زيت الموتور وزيت الهيدروليك. هقفل الكبوت بس، زيت الموتور وزيت الهيدروليك وزيت الفتيس. انا هنزل الكبوت اهو وهطلع معاكم علشان نشوف طريقة تشغيل اللودر ازاي وسر سواقة اللودر. الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله. وتابع معي للاخر. انا بس بقفل الكبوت اهو، ضغط على الزرار اهو، بقفل الكبوت وهطلع اشغل اللودر. بسم الله. بعد ما تشوف المية والزيت يا شباب، واخد بالك، بتشغل ادي المفتاح اهو، بتشغل المفتاح اهو كده اشتغل معاك. تمام. بعد ما تشوف الزيت، هيبقى عندك زيت الموتور وزيت الهيدروليك وزيت الفتيس. تمام كده. اهم حاجة تعرف الزيوت، الموضوع يعني مش صعب، اهم حاجة الزيوت بتاعته دي بس، وانا وريت لك الزيوت اماكنهم فين. تاني حاجة الملونتين. اللودر كله بيعتمد على دول، لورا كده اهو السكينة بترفع اهي، لورا السكينة بترفع. تمام. لقدام السكينة بتنزل اهي. الملونة اللي جنبها لورا كده بتعبي معاك اهي، لو قدام كده بتفضي اهي. تمام. يبقى دي لورا كده، كده السكينة ترفع، لو قدام السكينة بتنزل، اللي جنبها لورا كده بتعبي اهي، لو قدام كده بتفضي اهي. تمام كده يا شباب، دي الغيارات اهي. ده لقدام كده هيمشي معاك اللودر لقدام، في النص كده تموير، لورا كده هيرجع معاك اللودر لورا. دي دواسة الجاز اهي، بتدوس تزود له من هنا، وده فرامل وده فرامل. تمام كده يا شباب، ده فرامل وده فرامل. عندي هنا برضو ده الغيار الاول، يعني انت شغال من هنا هتبقى عادي مفيش مشاكل هتشتغل. لو عايز تزود من هنا الغيار، زود من هنا الغيار الاول، بس هنا في برضو الغيار الاول كده. الغيار الاول اهو هيظهر معاك اهو كده، التاني هيظهر معاك التاني كده، التالت كده، الرابع اهو. انت شغل اللودر كله عالتاني في الموقع، شغل اللودر كده عالتاني في الموقع. دلوقتي مثلا انا عايز
اشتغل على اللودر. بعد ما عرفنا الزيوت بتاعته وبعد ما عرفنا ايه اللي بيرفع وايه اللي بينزل، هنعرف ازاي نشتغل على اللودر. انا دلوقتي هوريكم طريقة الشغل على اللودر والسر المهنة بتاعة اللودر. تابعوا معايا كده. هروح عند المشون بتاع الرملة، هروح عند المشون بتاع الرملة علشان اوريكم ازاي بتشتغل على اللودر. نعم علي. انا رايح اهو عند المشون بتاع الرملة علشان اوريك الطريقة ازاي بتاعت الشغل او السر بتاع شغل اللودر. تمام كده يا شباب. اهو اي شغل يا شباب، اي شغل في اللودر بيبقى على الغيار الاول. لو انت جاي تعبي زي كده لازم شغلك يبقى على الغيار الاول. تمام كده. امشي شو، لازم شغلك يبقى على الغيار الاول. انا هعبي لكم سكينه اهو. امسك كده يا عم علي، صورني زي ما انت كده. اهو هتخش كده على الحمل، تظبط السكينه بتاعتك اهو، تدي الغيار الاول وتعبي اهو. خش خش وبعدين تلم اهو، تلم تلم. شايف السكينه عبت معاي ازاي؟ هذه السكينة عبت معاي ازاي اهو. هتفضي السكينة برضه زي ما انت شايف اهو، وهترجع لورا. المرة دي بقى اشوف الفرق بين عبية السكينة الاولى والفرق بين عبية السكينة التانية. الفرق بين دي وبين دي ان انا في السكينة الاولى كنت على الغيار الاول، دلوقتي انا هعبيه على الغيار التاني. تمام كده اهو. ده كده على الغيار التاني. شايف الفرق بين الاولى والتانية؟ الفرق بينهم ان انا كنت في السكينة الاولى على الغيار الاول. تمام. والفرق التاني ان انا كنت على السكينة في التانية كنت على الغيار التاني. فالفرق بين ده وبين ده ان عزم اللودر كله في الغيار الاول. لما بتيجي تشتغل على الغيار الاول بيديك عزم اللودر كله، قوة اللودر في الغيار الاول. يعني انت لو جاي تحمل رمل او زلط او اي حاجة لازم تشتغل على الغيار الاول. وتاني حاجة يا شباب ظبطة السكينة. زي ما انت شايف انا عملت فيديوهات قبل كده كتير عن ظبطة السكينة. اهم حاجة تظبط سكينتك على الارض وتخش على الحمل بتاع اللودر. تمام كده يا شباب. هظبط لكم سكينة برضو تانية علشان تشوف على الغيار الاول. امسك كده يا عم علي. هتدي الغيار الاول وهتظبط سكينتك وهتخش. اهم حاجة ظبطة السكينة. هتخش كده وتعبي اهو، تخش وبعدين بعد ما انت خشيت وضغطت جاز هتلم بقى اهو وتخش برضه، هتلم وتخش اهو 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 اهو. شايف السكينة على الغيار الاول اتعبت ازاي؟ ده سر مهنة سواقة اللودر يا شباب. اهم حاجة ان انت تظبط سكينتك على وش الارض. تاني حاجة تدي الغيار الاول، هتخش السكينة معاك هتبقى مظبوطة وهتملى حمل كويس. يبقى احنا عرفنا كده يا شباب، عرفنا ازاي نعبي السكينة وعرفنا ازاي نشتغل على اللودر وعرفنا الزيوت بتاعته. ان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة، وياريت تسيب لي رأيك في التعليقات ان شاء الله علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه دوس.